احنا بنفتكر ان احنا انصح، لكن هم في الامور الماليه انصح مننا بمراحل. وبالتالي كولر وصل لاداره النادي الاهلي انه مستاء تماما من هذا الامر، وان هو بيطالب كاش داون بيمنت كاش ال 14 شهر بتوعه. وبمجرد طبعا ما يمسك ال 14 شهر في ايده ممكن تلاقيه تاني يوم متعاقد مع نادي سواء داخل سويسرا او خارجها، مالناش دخل يعني، وبيشتغل. لانه حكايه شهر بشهر دي معطلاه تماما، بالاضافه انه عايز ياخد المبلغ على بعضه يعني. النهارده وفقا لكلام ان الكابتن محمود الخطيب هيقعد مع وكيل اعماله ويحاول يتفاهم معاه، وانا بقول لكم من دلوقتي لا وجود لاي منطق تفاهمي. الناس لما مشي كولر قالت لك ايه؟ ده الراجل اتراضى وشاف صوره في الشوارع وشكر النادي الاهلي ليه ومبسوط قوي، برغم انه اخذ كام ازازه في دماغه يعني، بس مش دي القضيه برضه. انا قلت لكم في ساعتها هذا كلام خارج اطار المنطق للناس الاجانب دول، الناس الاجانب دول القرش بيحسبوه كويس قوي وما بيسيبش دولار، وقد كان كلكم شفتوا يعني. امبارح انا كلمت عن من المسؤول عن هذا العقد، اللي هو الحقيقه انا في حياتي الكرويه الاعلاميه ما شفتش زيه اطلاقا، لا مثيل له يعني. وقلت دوروا مين اللي عمل، وعدت الامور كلها رويدا رويدا. قلنا الاول المهندس خالد مرتجي هو اللي جاب الراجل وقعد معاه واتفاهم معاه ان هو هيدرب الحكايه والروايه. وبعدين هناك محامي اجنبي عن النادي الاهلي بدا يصيغ العقد وفق الكلام اللي اتقال يعني. وبعدين الشؤون القانونيه قالت ده غلط في الصياغه وفي الترجمه ايه. وقلت طبعا مفيش حاجه اسمها غلط في الصياغه ولا في الترجمه ولا، لان انت بتتكلم فيما يقرب من 200 مليون جنيه مصري، ما ينفعش فيها الكلام ده. اخر تقليعه النهارده دي جات لي من جوه النادي يعني، ان هم انا عايز اضحك والله بس يعني ما ينفعش اضحك. بيقولوا ايه؟ بيقولوا اصل مونتيري ده المحامي الاسباني وهو المستشار القانوني للنادي الاهلي. ده راجل احنا بنثق فيه جدا، وهو اللي صاغ العقد، واحنا من ثقتنا فيه خلاص هو الراجل بتاعنا والراجل بتاعنا وبيقبض من عندنا وعمل العقد تمام، فاحنا مش هنبص وراه بقى. عشان كده انا ضحكت قبل ما اقول الكلام ده. الكلام ده يا جماعه ما ينفعش. او سويسري مونتيري اسباني سويسري زي ما يطلع يعني. هل الكلام ده ينفع؟ ما احنا لما بنتزنق لازم ندور على حد ملوش مربط. وقال لك ايه؟ وقال لك احنا هنفسخ بقى العقد بتاعنا مع مونتيري، بس ايه؟ هنجيبه في الحاجات الصعبه شويه يعني. معرفش هل يعني احنا مش قادرين نواجه المخطئ فبنعلق الخطا على واحد ملوش ماسكه؟ ما هو ده راجل الخواجه، هتجيبه هتحاسبه ازاي؟ هتعمل له تحيه هنا في وزاره الشباب والرياضه؟ وفسخوا التعاقد معاه وقال لك ايه يعني شيلوه الليله. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. هو انا معايا محامي اجنبي اللي هو الاخ مونتيري عمل عقد، انا ما عنديش اداره شؤون قانونيه، ما عنديش مكاتب معتمده في الترجمه اللغويه اودي لهم العقد اللي الاخ صاغه ترجموا لنا ده بالعربي يا جماعه ونشوفه كشؤون قانونيه في النادي الاهلي؟ مش عايزين نقول كلام يودينا لسكه ثانيه خالص. نحن نبحث عن كبش فداء، بس لازم كبش الفداء ده يبقى مقنع. ما ينفعش يبقى حاجه مش مقنعه. ما انت وديتني لان انا ما اعرفش امسكه. ما هو ده واحد انا ما اعرفش امسكه، ده راجل خواجه وعايش بره، هجيبه منين؟ ده الغلط يا جماعه مش من عندنا. لا المهندس خالد مرتجي له دعوه بالموضوع ده خالص، ولا الشؤون القانونيه لها دعوه، ولا امير توفيق له دعوه، ولا حد له دعوه، ولا اي حد. لا هو بس الراجل المحامي ده كتب ما خدش باله، فكتب بدل ما يكتب شرط جزائي شهرين وقال لك ايه؟ كنا نعتقد ان في العقد فيه شرط فاسخ شهرين. يس